كان في مرة رئيس دولة شعبه ما بيحبوش. فيعمل ايه عشان يخلي شعبه يحبه؟ يخلي وزير عنده يفرض ضريبة على الشعب، فالشعب يعمل قلبان ويثور. فهو يروح جاي لاغي الضريبة دي فالشعب يحبه. ففكر، قعد يفكر لغاية لما قال ايه، خلى وزير النقل بتاعه يعني يفرض ضريبة على كل عربية هتطلع كوبري تدفع فلوس. يعني تدفع مثلا لو قلنا مثلا كده تدفع مثلا 10 جنيه مثلا. تمام. فبقت العربية تدفع 10 جنيه وهي طالعة، محدش يتكلم ولا حد فتح بقه، محدش حتى بيسأل هو بيدفع 10 جنيه ليه. فقال خلاص، طب تدفع 10 جنيه وهي طالعة و10 جنيه وهي نازلة. فتدفع 10 جنيه وهي طالعة وتدفع 10 جنيه وهي نازلة، وبرضه محدش يفتح بقه ولا حد يتكلم. فقال لا، انا انزل بقى بنفسي، بس اعمل ايه؟ نخليها العربية تدفع 10 جنيه وهي طالعة وتدفع 10 جنيه وهي نازلة، ويتضرب على قفاه. واتخفى ونزل عشان يشوف بقى في ايه، هو ازاي الشعب ده ما بيتكلمش يعني في الضريبة اللي معاه، هو مش عارف هو بيدفعها ليه. فنزل لقى فعلا العربيات بتدفع 10 جنيه وهي طالعة و10 جنيه وهي نازلة، وبيتضرب على قفاه. ومحدش بيفتح بقه ومحدش بيتكلم. بس لقى واحد واقف كده وعمال يقول استغفر الله العظيم يا رب، ويضرب كف على كف. قال بس خلاص، واحد من الشعب هو بيثور. فبيقول له في ايه مالك؟ قال له ربنا ما هينفع كده، المفروض يكتروا الناس اللي بتضربونا على قفانا عشان عندنا مصالح هنتأخر. اهو ده نفس اللي حصل مع الأستاذ عمرو أديب، وهو بيتكلم على موضوع الضريبة الجديدة والجمارك الجديدة على الموبايلات اللي جاية من الخارج. تمام. بيسأل المسؤول، بيقول له طب يا فندم هتحلوا موضوع الطوابير اللي هتبقى في المطار ازاي؟ مواضيع ايه اللي هتبقى في المطار وطوابير ايه اللي هتبقى في المطار؟ هو انت علشان تحل مصيبة تعمل كارثة؟ يعني انت بتقول 95% من الموبايلات اللي داخلة مصر بتخش تهريب. فعلشان تحلها، تمام، تفرض على كل واحد هيجي من بره معاه تليفون او معاه تليفونين، تمام، جايبهم هدية، جايبهم لأيا كان هيعمل بيهم ايه، تمام، تخليه يدفع فلوس. ازاي يعني؟